بصوا يا جماعة، وانا قاعدة ولا بيا ولا عليا لقيت الباب بيخبط. قلت اشوف مين، لقيت حماتي. بقول لها خير يا حماتي، لقيتها ماسكة 25 جنيه في ايدها وبتقول لي خدي يا شملولة، انت مش بتوفري وبتدبري، خدي اعملي لنا غدا ب25 جنيه. قلت لها من عينيا. خدت منها ال25 جنيه وقعدت اكلم في نفسي، قلت هما ال25 جنيه دول بيعملوا اكل في الزمن اللي احنا فيه دلوقتي؟ بس مرضتش اكسفها واكسف نفسي. قعدت بقى روقت الصالة وقعدت اكلم في روحي، يا جماعة ده ال25 جنيه دول يجيبوا كيسين شيبسي. طب اعمل ايه؟ قعدت افكر فيها واضربها شمال واضربها يمين زي ما بضرب كده الركنة زي ما انتوا شايفين كده وبنفض. قلت بس ما بدهاش، جات لي فكرة وقلت لازم أنا انفذها النهاردة، مش هخليها لبكرة. قلت هخرج واجيب لها كل حاجة ب25 جنيه. ده انا هعمل لك يا حماتي حتة اكلة كل ما تشوفيني تفتكريها، عمرك في حياتك ما هتنسيها. بس كده. وبعدين قلت اخلص ترويق قبل ما اخرج علشان انا عارفة اللي فيها. قعدت اقلب في النت على اكلة ب25 جنيه، ما لقيتش. اللي كانت زمان ب25 دلوقتي بقت ب100 جنيه وب150. يا رب، طب اعمل ايه دلوقتي؟ هتقول عليا ايه لو قلت لها لا مفيش اكل ب25؟ قلت بس قعدت بقى افكر وقلت بقى ايه، ما بدهاش، هخرج اجيب اللي اجيها على دماغي وزي ما تيجي تيجي. هو ده مش اكل؟ ده احلى اكل، وبعدين هي هتاكل صوابعها وراه. بس كده. قلت بقى هطبق شوية الغسيل علشان ايه، انا عارفة اللي انا بعد الاكلة ديت مش هعرف اروق ولا اعمل اي حاجة تاني. رحت بقى مطبقة الغسيل زي ما انتوا شايفين كده. اهم حاجة تطبقي الغسيل اول ما تلميه من على الحبل، علشان الغسيل لما بيفضل على الكرسي ولا بيفضل على السرير من غير ما يتطبق بيقول يدي الضيق. تطبقي حاجتك كده زي الشطورة. احلى لايك بقى منكم. تعالوا شوفوا بقى الاكلة الحلوة اللي انا هعملها لحماتي. جبت نص كيلو بصل ب2 جنيه ونص زي ما انتوا شايفين كده، وغسلته ونضفته. وجبت خضرة برضو ب2 جنيه ونص زي ما انتوا شايفين كده، ربطتين خضرة وغسلتهم برضو ونضفتهم. واحدة كزبرة وواحدة نعناع. وجبت 4 فصوص توم من عندي وطماطمية من عندي، يلا زي بعض مش هستخسر في حماتي حاجة. ورحت شايلة بصلاية من الناحية دي على الطماطماية على الخضرة وخليتهم على جنب. ومسكت بقى البصل التاني قطعته شرايح زي ما انتوا شايفين كده. هتعملي ايه بقى يا ماما نونا؟ اصبروا بس عليا، ده انا بحب المفاجآت. ده انا هفاجئكم حتة مفاجأة. كل اللي بيحب حماته يكتب لي في التعليقات، وكل اللي حماته مظبطاه يكتب لي برضه في التعليقات. بصوا بقى، مسكت البصل قطعته زي ما انتوا شايفين كده شرايح علشان هقليه دلوقتي في الزيت. بصوا بقى، كان في واحدة في السوق بتقول لي هي دي حماتك ولا مامتك؟ قلت لها لا حماتي. قالت لي والله بحسبها امك، لان انت مرضتيش تخليها تشيل ولا شنطة من اللي انتوا سوقت بيها. وقلت لها ابدا مش هتشيلي ولا شنطة وانا هشيلهم كلهم. قلت لها اصل حماتي تعبانة. قالت لي بس انت بتخافي عليها. قلت لها طبعا انا بعاملها زي امي وهي بتعاملني زي بنتها. فانا بقى كلمة لكل الحموات، لو انت عملتي مرات ابنك زي بنتك هي والله لا تعاملك زي امها. فانتوا لازم تبقوا حلوين وايد واحدة وتخافوا على بعض. احنا دلوقتي في الزمن اللي احنا عايشين فيه بنسمع عجب العجاب، اللي ضربت حماتها واللي حماتها ضربتها. ما تعرفوش في ايه، الشيطان سارح اليومين دول ولا بيتهيألي؟ لان كل حاجة غليت والناس ما بقتش مستحملة نفسها. الناس بقت تمشي تلطش، اللي يلاقي حد ماشي في الشارع يلطشه، اللي تلاقي حماتها قدامها تلطشها. هو في ايه يا جماعة؟ بالله عليكم تستهدوا كده وتصلي على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. وتصلوا يعني اللي ما بيصليش يبتدي يصلي علشان الشيطان يبعد عنه. بصوا بقى، قالت الزيت، قالت زيت ايه، قالت والله نسيتوني واسمه ايه ده، البصل. لحد ما حمرته كده وكان هيتحرق مني، الحمد لله لحقته. علشان هعمل لحماتي حبيبة قلبي احلى اكل تحلب بيه كده طول عمرها. وحطيت لها المية عشان اسخنها، وحطيت فيها بقى ايه الخضرة والطماطم والثوم والبصلاية وحبة فلفل وحبة كمون ورشة قرفة وحبة كزبرة. يلا ان شاء الله ما حد حوش، ده انا لازم اظبط لها الحكاية. تعالوا بقى تشوفوا وتفاجئوا بالاكلة بقى اللي انا هعملها لحماتي، اللي هتبوسني كده بوس لما تشوفها. بصوا، فول مدشوش، فول مدشوش يا مامتي، اصبروا بس عليا.
ده انا هعمل لها حتة بصارة تاكل صوابعها وراها. نص كيلو بصارة، قصدي نص كيلو فول مدشوش ب20 جنيه، وحبة خضرة وحبة بصل ب5 جنيه، يبقى كده 25 جنيه. حطيتهم على النار كده، وحطيت عليهم كل حاجة زي ما انتوا شايفين كده، وهسيبهم بقى لما ياخدوا ويدوا مع بعض ويستووا، وبعدين هروح ضربهم في الخلاط. هغطي الحلة بقى عشان يستووا. بصوا استوى اهو. احلى لايك بقى منكم، شجعوني، انا بشوف التعليقات بتاعتكم ببقى مبسوطة. ربنا يسعد قلوبكم وما تحرمش منكم ابدا. بصوا بقى، هنحط بقى على البصارة بتاعتنا الجميلة الخطيرة دي اللي هي بقية الزيت اللي قلينا فيه البصل، وهنقلبه كده ونضربه بقى في الخلاط. بصوا بعد ما ضربناه جميلة، تاكلوا صوابعكم وراه. والله جربوها بالطريقة دي، بعد كده هتعملوا كل يوم بصارة. حطيت عليها بقى شوية ملوخية ناشفة من بتاعة أمي الله يرحمها. بصوا طريقة أمي دي في البصارة، الله أكبر عليها جميلة. بصوا في بقى 25 جنيه جيب حاجة ساقعة وكيس شيبسي، وفي 25 جنيه تعمل حل الطبيخ وتأكل عيلة. فأهم حاجة الواحد يفكر ويدبر. هنغرب بقى طبق بصارة كده عسل مسكرة زيكم، ونحط عليها بقى شوية بصل. الله أكبر، أحلى لايك بقى. دلوقتي هاخد بقى الحلة انزلها لحماتي، بس على الله ما تديهاليش في دماغي تروح ضربها في دماغي، ربنا يستر. بصوا والله انا منتجت الفيديو تاني يوم خلصوا الحلة كلها، لحسوا الحلة. لو عندك زبدة بلدي وحطيت لها معلقة هتوديكي في حتة تانية، بس انا يا خسارة ما عنديش، ما كنتش هستخسر في حماتي. اشوفكم على خير، ما تنسونيش باللايك. مع السلامة.